السلام عليكم. بيج داتا او ميجا دوني كنقصدو بها واحد الكم هائل ومتنوع ديال المعطيات اللي كيتزاد بسرعه كبيره. من هذا التعريف غادي نستنتجو ان بيج داتا كترتكز على ثلاثه ديال العناصر اساسيه اللي هي الفوليوم اي الحجم الهائل ديال المعطيات، فيلوسيتي اي السرعه الكبيره باش كيتولدوا هاد المعطيات، و لا فاريتي اي التنوع ديال لي دوني. نبداو بالفوليوم. في البيج داتا عندنا واحد الحجم هائل ديال المعطيات اللي كيتجاوز لي جيجا اوكتي وكيوصل حتى البيتا اوكتي او اكثر. السؤال المطروح هو كيفاش نقدروا نديروا لو ستوكاج ديال هاد المعطيات؟ يعني الا كنت خدام في اون ماشين او لي دوني كيتزادوا بشكل كبير فغادي نوصلوا لا ساتوراسيون. اذا خاص السيستم يكون سكالابل، يعني كنتكلموا على سكالابيليتي اي قابليه التوسيع، اي اننا خاصنا نزيدو لي غوسورس للسيستم موازاة مع الزياده ديال لي دوني. وهنا عندنا جوج حلول، اما سكالابيليتي فيرتيكال او سكالابيليتي هوريزونتال. سكالابيليتي فيرتيكال او سكيل اب كنبقاو خدامين في نفس لا ماشين وكنزيدوها لي غوسورس، يعني لي ديسكتور لي رام اتسيتيرا، ولكن في واحد اللحظه معينه ما غاديش نبقاو قادين نزيدو لي غوسورس لهاد لا ماشين. هادشي علاش كنتكلموا على سكالابيليتي هوريزونتال او سكيل اوت. هنا ما غاديش نبقاو خدامين في نفس لا ماشين، ولكن غادي نزيدو دوطخ ماشين باش نقدروا نخزنوا لي دوني. كل ماشين كتسمى ان نو، ولي ماشين كاملين كيكونوا ليا ما يسمى بكلوستر. في هذه الحاله لي دوني ما بقاوش في ماشين وحده، وانما وزعناهم على مجموعه من لي ماشين. اذا انطلقنا من ان سيستيم سونتراليزي، يعني لي دوني كانوا في ماشين وحده، لان سيستيم ديستريبيي، يعني لي دوني موزعين على مجموعه من لي ماشين وكل ماشين كدير التريتمون ديالها. وهذا هو المفهوم ديال لوكاليتي دي دوني، اي كل ماشين فيها لي دوني بلس تريتمون. الخاصيه الثانيه ديال البيج داتا هي الفيلوسيتي، اي ان المعطيات كيجيو بسرعه كبيره، وفي المقابل خاص السيستم يكون ديما ديسپونيبل باش يدير التريتمون لهاد لي دوني. سابقا كنا خدامين بالبروسيسوس ETL اللي كيعني اكستراكت ترانسفورم لود. فهاد البروسيسوس كنجيبو لي دوني من دي سورس، كنديرو لا ترانسفورماسيون ديال هاد المعطيات، ومن بعد كنديرو ليهم لو ستوكاج دون ان سيرفور. في البيج داتا لي دوني كيتولدوا بشكل سريع، وفي الاو تي ال لا ترانسفورماسيون كتاخذ وقت طويل، يعني غادي يكون عندنا تاخر في التريتمون ديال لي دوني. فبالتالي او تي ال لا تناسب بيج داتا، وغادي نعوضوها ب او ال تي اللي كتعني اكستراكت لود ترانسفورم. في الاو ال تي غادي نستخرجوا لي دوني، ثم غادي نديرو ليهم لو ستوكاج باش ما يضيعوش، ومن بعد نديرو لا ترانسفورماسيون. الان نهضروا على تروازيام في اللي هي فاريتي اي التنوع ديال لي دوني. يعني لي دوني يقدروا يكونوا ستركتوري بحال لي طابل، او دومي ستركتوري مثلا لي فيشي اكس ام ال، ولا نون ستركتوري بحال لي فيديو لي زيماج اوديو بي دي اف اتسيتيرا. فبالتالي خاص السيستم يكون فليكسيبل باش يتعامل مع جميع الانواع. اذا كخلاصه ما نقدروش نتكلموا على بيج داتا حتى يكون عندنا لي 3 في اللي هما فوليوم، فيلوسيتي، فاريتي. وفي المقابل خاص السيستم يكون سكالابل، ديسپونيبل وفليكسيبل. نتلاقاو في الدرس المقبل ان شاء الله.